العربية اللي انتوا شايفينها داخلة عليكوا دي النيسان الاكس تريل الجديدة، جيل الاحدث من العربية اللي احنا كنا حاضرين حفل الاطلاق بتاعه في العين السخنة من فترة قريبة جدا. والعربية طبعا انتوا شايفينها داخلة عليكوا في هدوء تام لانها عربية كهرباء، ولكن الحقيقة ان العربية دي بتتفول بنزين. ايه القصة بتاعتها؟ قصتها غريبة شوية. هي عربية بتعمل أو بتسير بالطاقة الكهربائية فقط، ولكن مواتير الكهرباء اللي فيها بيتم شحنها عن طريق محرك بنزين موجود في العربية، ولكن بيستخدم كجنريتور. وهي دي باختصار التكنولوجي اللي اسمها اي باور اللي نيسان مقدمها في الاكس تريل وفي كذا طراز تاني. والنهارده هنشرح الاكس تريل بالتفصيل، وان شاء الله يبقى فيديو حلو يليق بحضراتكم جميعا. مع ارتفاع قيمة السيارات أظن بقى لازم نعمل لها فيلم حماية أصلي من مكان محترم، وأنا دائما ما برشح كاربروجيني. بقالنا سنين متابعين شغلهم وشايفين مدى الكفاءة والمصداقية والاحترافية اللي عندهم، وعدم تنازلهم عن معايير الجودة، ودايما استخدام الحاجات الأصلية فقط. كاربروجيني دلوقتي بقوا أقرب ليك من أي وقت قبل كده، لأن هم موجودين في التجمع والشيخ زايد والمنصورة، وكمان فتحوا فرع جديد في السعودية. اكس تريل تعتبر اس يو في او كروس اوفر متوسطة الحجم، ولكن من الدي سيجمنت مش سي سيجمنت زي التوسان والتيجوان، ولكن الدي سيجمنت اللي بيتنافس فيه عربيات زي الكودياك وال5008 والسورنتو والعربيات اللي من الحجم ده. العربيه بتتوفر في مصر بفئات اسانتا وفئات تكنا اللي معانا بتيجي ب7 مقاعد، ودي تعتبر اعلى فئه متوفره من العربيه، وبتعمل بتقنيات الاي باور اللي قلنا عليها والاي فورس، عشان العربيه اللي معانا دي دفع كلي بالعجلات الاربعه، وعندها قدرات عبور معقوله جدا وقدرات اوف رود مش قوي، ولكن تعتبر قدرات اوف رود معقوله. وانا يعني اعمل لكم حركه ومطلعها لكم على الرصيف وكده عشان تعرفوا بس. وعشان اديكم فكره تقريبيه عن الحجم بتاع الاكس تريل، فخلينا نقارنها بعربيه انتم معتادين الشكل بتاعها في شوارعنا، وهي الكودياك. العربيتين يعتبر ابعادهم قريبه من بعض، ولكن الاكس تريل اقل في الطول بمقدار 2 سم، واعلى من الكودياك بمقدار تقريبا 4 سم ونص او 5 سم، والكودياك اعرض بمقدار 4 سم. واكيد طبعا انتم بتتفرجوا على الفيديو وعايزين تعرفوا السعر، فبما اننا في مرحله من مراحل عدم استقرار العمله ولسه الشركات كلها ما حدثتش قوائم اسعارها، فانا انصحكم ان انتوا تدخلوا على موقع هتلاقي عشان تلاقي عليه كل الاسعار المحدثه والاقرب للسعر الواقعي للسوق. هحط لحضراتكم اللينك بتاع الموقع هنا بتاع الاكس تريل، وبرده هتلاقوا عليه اي عربيه تانية انتوا عايزين تعرفوا سعرها. لو بصينا على مقدمه العربيه هنلاقيها محافظه على الهويه بتاعه نيسان في تصميمات سياراتها الاخيره، حرف الفي اللي بقينا معتادين نشوفه في كل عربيات نيسان، العلامه الجديده اللي هي البسيطه اللي بقت موجوده، الفوانيس تصميمها الضخم، والمقدمه بتاعت العربيه والاكسدام وفتحات التهويه الحقيقيه اللي موجوده هنا كلها مع الشبكه السوداء بتدي للعربيه حضور مميز. كمان في تناغم ما بين الاسود المطفي اللي هنا والبيانو بلاك اللي موجود هنا مع النواكل اللي موجوده في الشفه السفليه للاكسدام واللي محدده الفريم بتاع الشبكه، وكذلك الفوانيس الضخمه بتاعت العربيه فيها اضاءه LED بالكامل سواء في العالي او الواطي او الفوج لايت، كمان دي الاضاءه النهاريه بتاعت العربيه. وهنلاقي هنا الحساسات الاماميه والكاميرا بتاعت نظام ال 360 المزوده بيها سياره التجربه. ومن ناحيه ثانيه الكبوت بتاع العربيه تصميمه ناعم وانسيابي جدا، يا دوب فيه بروزين من الجنبين، وانت قاعد جوه العربيه بتبقى شايف محقق لك رؤيه واضحه ومحدد لك حدود العربيه بتاعتك كويسه، وتحس ان التصميم بيقول كده بوضوح انها عربيه ياباني. وللعلم العربية فعلا صناعة اليابان. ولو جينا من الجنب هنلاحظ الخطوط الانسيابية ماشية هنا بين الكبوت والرفرف، وامتداد للفوانيس بتاعة الإضاءة النهارية موجودة هنا في الرفرف الأمامي. الدائرة اللي حوالين الكاوتش بلاستيك بلون أسود ومتناسق مع الفضي والأسود اللي موجود في جنط العربية. الجنط هنا 19 235 على 55. مرايات العربية ضخمة فيها الإشارات LED والكاميرات ال 360، ولونها أسود بيانو بلاك، وماشية باللون الأسود ده متناسقة مع الفريم اللي بيحيط بنوافذ السيارة في كل الاتجاهات، ماشي بشكل حلو قوي وعامل كونتراست مع الروف راكس اللي باللون الفضي، والنواكل برضو اللي فوق الازاز واللي موجوده تحت برضو هنا في العتب بتاع الابواب. فبصراحه عامل مع اللون الذهبي بتاع العربيه ده تناسق حلو. وهي كمان العربيه شكلها من الجنب ضخمه وعاليه لان الارتفاع بتاعها حوالي 173 سم. ظهر العربيه من وجهه نظري هو اقل النقاط التصميميه تميزا فيها، هو تصميم بسيط جدا ممكن تشوف شبهه في عربيات يابانيه من هذه الفئات او من فئات الكروس اوفر. كلمه اكس تريل ضخمه مع العلامه بيديها برضو للعربيه حضور مميز. الاي باور بادج اللي موجود هنا، وهنا الاي فورس دي اللي بيميز النسخ اللي هي الدفع
الدفع الكلي اللي بتبقى فيها موتورين. هنشرح موضوع المواتير ده كله بالتفصيل اثناء القياده. هنلاقي في سبويلر موجود باللون الاسود فوق، وتحتها هنا في اوبشن حلو قوي موجود في العربيه، ان مثبت داخل السياره كاميرا بتنقل لك الرؤيه الخلفيه، بحيث انها تساعدك لو في حد راكب ورا دماغ الناس اللي قاعده مخليك مش عارف تبص من الازاز، الكاميرا دي بتخليك تتجنب هذه المشكله. وهو بصراحه اوبشن حلو قوي ان هم ينزلوه في الاكس تريل، لان هو احنا اعتدنا نشوفه في عربيات اعلى وافخم واغلى من كده بكتير. من الحاجات اللي عجباني في العربيه هي درجه اللون الغامق اللي نازل بيها الازاز الخلفي بتاع السياره، سواء هنا او الابواب، التعتيم بتاعه محترم جدا. ومن الحاجات اللي مش عجباني قوي ان هم عملوا مكان فتح الشنطه من هنا بدل ما يبقى هنا زي ما هو معتاد، وان الكاميرا مفيش ليها نوزل او اي حاجه بتنظفها لو اتوسخت. وهنلاقي هنا برضو النواكل ممتده في الاكسدام الخلفي مع الديفيوزر البلاستيك، وهنا فتحه العادم بتاع الموتور اللي هو البنزين اللي بيشحن محركات الكهرباء. الخامات بتاعه الابواب الاماميه تعتبر معقوله في المجمل، الجزء اللي فوق ده مواد لينه، الجزء اللي هنا جلد، الجزء اللي بتحط عليه كوعك برضو جلد ومريح. ولكن بدايه من هنا فالخامات بتكون اقل جوده والبلاستيك بيبقى زايد شويه. كمان الجيوب بتاعه التخزين ما هياش مبطنه وما هياش كبيره قوي، يعني هي بالعافيه ممكن تاخد الازازه اللي هي اللتر ونص لو الحجم بتاعها رفيع. الكراسي الاماميه بتيجي كهرباء بدون ذاكره، ولو بصينا على التابلو بتاع العربيه فهنلاقيه بيجي لونين، اللون الاسود ودرجه البني اللي موجوده هنا. الخامات تعتبر لينه في القسم العلوي منه كله، ولكن الجزء الابعد من التابلو اللي موجود فيه الهيد اب ديسبلاي بتاع العربيه بيجي برده ببلاستيك اقل جوده. وهنلاقي شاشه 12 بوصه و3 من 10 بتاعه النظام المعلوماتي والترفيهي اللي موجود في العربيه، بتتوسط التابلو، ما بتشكلش عائق في الرؤيه، انت بيبقى مستوى نظرك فوقيها. وبصراحه الاستجابه بتاعتها تعتبر لطيفه، والعربيه فيها ملاحه موجوده جواها نافيجيشن بيلت ان، غير الامكانيه ان انت توصل تليفونك وتشغل جوجل مابس عن طريق الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو. ابل كار بلاي بيجي لاسلكي اعتقد، ولكن الاندرويد اوتو لازم يبقى بالكيبل. بسهوله جدا هتقدر توصل تليفونك، هتقدر تشغل عليها الميديا اللي انت عايزها، تعمل مكالمات. وبصراحه هي تعتبر شاشه جيده جدا من حيث النقاء ومن حيث الاضاءه بتاعتها ومن حيث السهوله بتاعت الاستخدام. كمان هنلاحظ ان في بعض الزراير لبعض الوظائف موجوده تحت الشاشه لتسهيل برضه عمليه الاستخدام، زي زرار التحكم في الصوت بتاع الميديا وفتح وقفل النظام، كمان تقديم وترجيع الاغاني واللي هي تشغل الاضاءه بتاعت الشاشه، وكمان زرار لتشغيل الكاميرات عشان لو داخل في حته زحمه. العربيه من الحاجات المميزه فيها ان موجود فيها هيد اب ديسبلاي بيعرض لك البيانات بتاعت الرحله، السرعه، وبيعرض حاجات كتير. لو انت موصل الاندرويد اوتو بيعرض لك الاغاني والحاجات اللي تشتغل. لو مشغل النافيجيشن البيلت ان بتاع العربيه بيجيب لك الخريطه قدامك. لو مشغل مثبت السرعه التفاعلي برضه بيشغل لك المثبت قدامك وبيبين لك الاتجاهات. وبصراحه يعتبر مميز جدا النظام اللي فيه. الطاره بتاعت العربيه من الجلد، التصميم والمسكه بتاعتها والخامه بتاعتها كويسه جدا، متعدده الوظائف. الجزء الشمال هنا للتحكم في الميديا وللتحكم في لوحه العدادات الديجيتال اللي موجوده قدامك بمقاس 12 و3 من 10. كمان عندك الجزء اليمين للتحكم في التليفون والاوامر الصوتيه ومثبت السرعه التفاعلي اللي موجود في العربيه. عندك الامكانيه ان انت تغير اللوحه بتاعت العدادات، تغير الديسبلاي نفسه، تعملها على الشكل ده او الشكل ده، وكذلك القدره على التحكم في القوائم الداخليه للعربيه بحيث انها تجيب لك النافيجيشن، تجيب لك اللي شغال للاوديو، تجيب لك الوسائل المساعده للسائق، مثبت السرعه التفاعلي، واعدادات وضبط السياره، الحاجات اللي موجوده هنا زي الاضاءه الداخليه والكلام ده كله. اجمالا النظام حلو قوي، والتواصل ما بين السائق والسياره يعتبر مميز جدا في الاكس تريل الجديد. وهنلاحظ ان وحده التحكم في التكييف بتاع السياره وتدفئه المقاعد الاماميه موجوده تحت الشاشه بزراير مستقله. العربيه بتيجي بتكييف ثلاثي المناطق. الجزء السفلي اللي موجود هنا هنلاقي فيه الزرار بتاع تدوير وتبطيل العربيه، منفذين يو اس بي، واحد تايب سي واحد تايب اي، ومنفذ 12 فولت، وهنا الشاحن اللاسلكي بتاع السياره. الكونسول الوسطي بتاع العربيه مميز ويتميز بالضخامه وعامل جدا فيه كذا مكان للتخزين، وصلابه البناء بتاعته جيده جدا. يعيبه بس ان حملات الاكواب اللي موجوده هنا كنت اتمنى ان يكون فيهم نقاط للتثبيت او حاجه تمسك الكوبايه او اللي انت هتحطه، لان الحجم بتاعهم ضخم جدا. وهلاقي هنا العصايه بتاعه الفتيس، او هي مش عصايه فتيس بقى، هو الحجم الصغير ده للتحكم في ناقل الحركه، سواء تجيبها على الدي او البي اللي هو بتاع الريجنريتيف بريكنج. تغلوا المساحه اللي تحت العصايه بتاعه الفتيس وعملوا مكان تخزين كبير جدا، يعني انا حاطط فيه شنطتي بس هو حرفيا ممكن تحط فيه عيل صغير. وهنا زرارين، زرار لتحويل السياره لكهرباء فقط لما يكون طاقه البطاريه تسمح بكده، والاي بادل دي هنشرحها اثناء السواقه. وهنا البكره بتاعه اوضاع القياده هنشرحها برضو اثناء القياده. المسند الوسطي في العربيه يعتبر مريح والحجم بتاعه كبير، تحتيه مساحه تخزين كبيره جدا، ولكن يعيبه بالنسبه لي ان هو غير مضاء. الابواب الخلفيه بقى اكبر ميزه فيها هي زاويه الفتح، تقريبا 90 درجه، هي بتفتح بمقدار 85 درجه. هنلاقي ان الخامات اللي موجوده فيها اقل كتير من اللي قدام في القسم العلوي ده، ما هياش خامات لينه، ولكن الجزء اللي بتسند عليه كوعك والجزء ده يعتبر جلد زي الباب اللي قدام. موجود فيها ستاير يدوي عشان خاطر تعلق
معلقها كده لمزيد من الخصوصيه. وجيوب التخزين اللي موجوده فيها تعتبر حجمها كويس جدا بالنسبه للابواب الخلفيه والسماعات بتاعه النظام الصوتي. الكنبه الوسطيه في العربيه دي بتتميز بالمرونه، عندك القدره ان انت تقدمها لقدام ولورا عشان خاطر توسع مساحه للشنطه او للصف الثالث، وكمان عندك الامكانيه ان انت تتحكم في ميل وضعيه الظهر بتاع الكرسي حسب الوضع اللي يريحك. وعندك الظهر بتاع المقعد الوسطي ممكن يستخدم كمسند، برضو موجود فيه حاملات اكواب او لو عايز تحط الموبايل بتاعك او لو عايز تمرر امتعه طويله ما بين الشنطه والمقصوره بتاعه العربيه. هنلاقي فيه مساحات تخزين محترمه في ظهر المقاعد الاماميه، كمان في فتحات تكييف ومنفذين يو اس بي، واحد تايب سي واحد تايب اي زي قدام، وفي منطقه التحكم الثالثه في التكييف موجود الزرار بتاعها هنا. مساحات الاقدام في العربيه مميزه جدا، ممكن تمد رجلك تحت الكرسي اللي قدامك. مساحات الركب تعتبر معقوله، مساحات الرؤوس تعتبر برضو كويسه، الاطوال تصل لل 185 او تفوقها بشويه. المقعد الوسطي القعده بتاعته مريحه لكن الظهر ناشف شويه. مساحات الرؤوس فيه تعتبر كويسه. مساحات الاكتاف في العربيه اقل من المنافسين شويه لان العربيه ما هياش عريضه قوي، لو راكب فيها 3 كبار ورا مش هيبقوا قاعدين مرتاحين، يفضل ان يبقوا 2 كبار واللي يبقى قاعد في النص يا اما يبقى جسمه قليل يا اما يبقى طفل. وبالنسبه لمساحات الاقدام للي قاعد في النص فتعتبر كويسه جدا لان النفق اللي موجود في العربيه ارتفاعه لا يتجاوز الارتفاع ده. والحقيقه ان العربيه فيها صف ثالث للكراسي، ولكن الكراسي بتاعته بصراحه صغيره قوي ويا دوب اطفال صغيرين جدا هم اللي ممكن يركبوا فيه. يعني انا بصراحه كمان حتى الدخول والخروج منها صعب، بضحي عشان خاطركم. حتى مساحات الرؤوس فيها انا متوسط الطول يعني خالص، وشوفوا يا دوب دماغي لامسه السقف، وهم عاملين لك برده كاب هولدرز وحزمه امان وكل حاجه، بس بصراحه الموضوع صعب. اطفال صغيرين جدا اللي ممكن يركبوا هنا، وبرده هيبقى لازم نحرك الكنبه دي لقدام شويه عشان خاطر نديهم مساحه للرجلين. ده غير ان انت لما بتفرد الصف الثالث ما بتلاقيش مكان تحط فيه الغطا بتاع الامتعه اللي موجود هنا لان ملوش مكان في الشنطه. شنطه العربيه كهرباء، ولو انت فارد الصف الثالث بتلاقي ان الشنطه مساحتها 177 لتر. لما بننيم الكنبه الثالثه دي بتبقى مساحة الشنطة 475 لتر، بينما فئة الخمس مقاعد العادية بتيجي بمساحة 585 لتر، يعني في 110 لتر فرق بين العربيتين. والفرق ده بيفضل موجود حتى لو نيمت ظهر الكنبة اللي في النص، بيبقى 1400 للعربية الخمس كراسي و1300 لتر للعربية السبع كراسي زي اللي معانا. وبصفة عامة اقدر اقول ان العربية بتتخلف قليلا عن المنافسات الرئيسيات بتوعها في الحتة بتاعة البراكتيكاليتي او العملانية او مساحات الجلوس داخل السيارة. يعني لو قارناها بالكودياك او ال 5008 او السورنتو فهم بيتفوقوا عليها في الحته دي. لما هتركب الاكس تريل الجديده فتره كافيه هتعرف ان العربيه دي كروزر محترمه. كروزر بمعنى ايه؟ عربيه تقدر ان انت تقطع بيها مسافات طويله ومشاوير كبيره وتبقى حلوه معاك في السفر لانها بتوفر لك باكج كده لطيف في الحته دي. خلينا نبدا بوضعيه الجلوس بتاعتك ومساحات الرؤيه في العربيه. وضعيه الجلوس في العربيه دي مميزه وبتعرف تظبطها بالوضعيه اللي تريحك كيفما تشاء. الكرسي كهرباء بيتظبط في كذا وضعيه، الديركسيون تلسكوبيك قدام وورا وفوق وتحت، فبتقدر ان انت توصل للوضعيه اللي تريحك تماما. بالنسبه لمساحات الرؤيه برضو مميزه جدا، الزجاج الامامي والجانبي مساحتهم كبيره وحلوه قوي. لو حابب تقعد في وضعيه جلوس مرتفع فانت كبوت العربيه عالي قدامك وموضح لك كل الحدود بتاعه العربيه، ولو بتحب تقعد في وضعيه جلوس منخفضه شويه زي فانت برضو لامم الابعاد بتاعه العربيه. المرايات بتوفر رؤيه مميزه وجيده جدا، والاي بيلر او القايم الامامي لا يشكل اي اعاقه في الرؤيه والمساحات محسوبه بدقه. وحتى لو راكب معاك حد في الكنبه الخلفيه وبيعيقوا الرؤيه في المرايه فهنلاقي ان فئه تكنا متوفره بالكاميرا الخلفيه اللي بتنقل لك الصوره في المرايه بتاعتك، اللي عندك الاوبشن انك تحولها لشاشه وده اوبشن حلو قوي. طيب سؤال للحلقه بقى، منظومة نقل الحركة في العربية دي والقلب النابض اللي بيقدر ان هو يحركها، العربية دي قصتها ايه؟ العربية دي عربية كهرباء ولكن تعمل بتكنولوجي اسمها اي باور. نيسان عاملاها انها بتولد لك الطاقة الكهربائية عن طريق جنريتور بياخد طاقته من موتور بنزين موجود في العربية. وصفة سهلة اهي مفيش فيها مشكلة خالص. موتور بنزين 3 سلندر، ومفيش حد يقعد يتكلم في ال3 سلندر لان الموتور ده مخصص لتشغيل جنريتور بيشحن، ما هواش بيعمل اي جهد لتحريك العربيه. فعشان برضه انا شفت بعض التعليقات اللي هو ده موتور 3 سلندر ابعد عنها، انت مالكش دعوه بموتور البنزين خالص، انت ما بتتحشرش معاه في اي حاجه من اللي هو بيعملها. الموتور ده الساعه بتاعته 1500، قوته 163 حصان، والعربيه التانك بتاعها 55 لتر، ومع قياده اقتصاديه معقوله، مش قياده اقتصاديه
رياضيه بحته، يعني انا ما جبتهاش على الايكو مود ده خالص. العربيه بمنتهى السهوله عملت معايا 810 كيلو في التفويله، يعني نقدر نقول معدل استهلاك ما بين 5.3 5.5. ولما ضغطت عليها في التوقيتات بقى بتاعه السواقه والجري ان انا حبيت اختبر العربيه كقياده رياضيه بحته، العربيه عملت معايا في حدود ال 9 لتر استهلاك لكل 100 كيلو متر. هيجي واحد يقول لي طب ما الارقام اللي انت بتتكلم فيها دي معدلات استهلاك عاديه بنشوفها من عربيات بنزين عادي جدا، انا ايه اللي يخليني اخد الريسك وادخل في الغلبه دي واجيب العربيه الاي باور؟ هقول لك حاجتين. حاجه هتشوفها في اختبار الاداء والتسارع، وهي انك بتستفيد بالعزم والقوه اللحظيه اللي بتبقى متوفره في العربيات الكهرباء. وحاجه تانية ماديه واقتصاديه، ان العربيه دي بتتعامل كعربيه كهرباء في الجمارك وفي المرور وفي التراخيص وفي الضرايب، وده بيفرق معاك مبلغ كبير. وكمان العربيه فعلا بتوفر معدلات استهلاك مقابل الاداء اللي بتديهولك احسن من عربيات تانية 2000 سي سي ما بتقدرش انها توفر لك نفس المعدلات دي، وبتستهلك ساعتها بنزين اعلى من كده. الاكس تريل بتتوفر بمنظومتين من الاي باور، الاي باور العاديه ودي بتيجي بمحرك كهربائي واحد محطوط على المحور الامامي، والعربيه بتبقى جر امامي بتولد قوه قصوى 201 حصان وعزم دوران 330 نيوتن متر. احنا عاده في العربيات البنزين بنقول لك عزم دوران اعتبارا من 1500 1700، لا هنا العزم من اول ما بتدوس بنزين، لان العربيه موتور كهرباء. وبتقدر الاي باور العاديه دي تجيب من 0 ل 100 في 8 ثواني، وبتوصل لسرعه قصوى محدده الكترونيا 170 كيلو متر في الساعه. وبعدين عندنا النسخه الاقوى اللي هي زي سياره التجربه اللي اسمها اي فورس، فيها موتور تاني اضافي على المحور الخلفي، فالعربيه بتبقى دفع كلي بالعجلات الاربعه. والقوه الاجماليه للاي فورس هي 211 حصان، ولكن عزم الدوران بيصل الى 525 نيوتن، اللي هم حاصل مجموع ال 330 نيوتن بتوع موتور المحور الامامي وال 195 نيوتن بتوع المحور الخلفي. الاي فورس قادره انها توصل من 0 ل 100 في 7 ثواني و2 وسرعه قصوى محدده الكترونيا ب 180 كيلومتر في الساعه. وانا اتوقع ان تحديد السرعات القصوى دي عشان خاطر القدره الاجماليه لموتور البنزين على التدخل في الشحن بتكون هي دي القدره بتاعتها، لان بطاريه العربيه صغيره. احنا برضو بنتكلم في بطاريه 2.1 كيلو وات ساعه، ودي ساعه صغيره جدا تبقى قادره انها تمشي العربيه اي في باور اونلي او بدون تدخل من الموتور البنزين ل 4 كيلو متر. ولكن انت موضوع تشغيل موتور البنزين للشحن انت ما بتحسش بيه، الموضوع كله بيتم داخل العربيه بمنتهى الهدوء، فانت ما تشغلش بالك بيه. ولان بطاريه العربيه صغيره والوزن بتاعها مش عالي، فما فيش فرق وزن كبير بين النسخه الاي باور ونسخه الاكس تريل العاديه اللي موجوده في بعض الاسواق الثانيه زي اسواق الخليج او الاسواق الاوروبيه اللي بتنزل مثلا بالموتور ال 1500 المايلد هايبريد. الاكس تريل في اخف نسخه ليها وزنها حوالي 1660 كيلو، والنسخه اللي احنا راكبينها دي اللي هي اتقل نسخه الاي فورس وزنها حوالي 1900 كيلو جرام، يعني بنتكلم في حدود ال 250 كيلو جرام فرق وزن. وده ما خلاش نيسان تعمل اي تعديلات جوهريه على الشاسيه بتاع العربيه. ولازم نذكر ان نيسان موفره العربيه بضمان 5 سنوات كامل بصيانه مجانيه على كل اجزاء العربيه بما فيها المنظومه الكهربائيه. واخر نقطه بتبقى قلق الناس من عربيات نيسان مؤخرا هي علب التروس السي في تي اللي كانت بتنزل في الطرازات البنزين العاديه. والحقيقه ان النقطه دي المفروض ما تقلقكش خالص، لان العربيات الكهرباء ما فيش فيها علبه تروس، هو فتيس بنقله واحده لمجرد تحريك العربيه لقدام وخلاص على كده. العربيه فيها 5 وضعيات قياده، في الوضع اللي هو الاوتوماتيك اللي احنا ماشيين عليه، في وضعيه للاوف رود، وضعيه للتلج، وفي الوضع اللي هو الايكونوميك او الاقتصادي، وفي الوضع اللي هو الرياضي. احنا نجيبها على السبورت وهنفصل التكييف، فيلا بينا نجرب مع بعض. سبع ثواني سبع ثواني و7 من 100. نشوف كده الكوارتر مايل. تعالوا نجرب مرة تانية بس هنفصل التراكشن. بسم الله. احنا كده جبنا اكتر او توقيت اقل من التوقيت الرسمي للعربية، يعني 7 ثواني و5 من 1000، وهو التوقيت المعلن ليها 7 و2 من 10. نشغل بقى تكييفنا ونرجع النمط بتاع القيادة على الاوتوماتيك او النمط العادي بتاع العربية اللي هو كل ما بتبطل العربية بتدورها هي بترجع عليه،
ونشوف كده ونبص مع بعض على البتاع اللي باينه قدامكم في لوحه العدادات دي بقى، اللي بتبين لك دلوقتي موتور البنزين ما هواش بيشحن البطاريه مشحونه. اول ما بتشوف النور اللي هو او اللون البرتقاني ده تعرف ان موتور البنزين ابتدى يشتغل عشان يشحن، عشان خاطر تفضل ماشيه ومحافظه على سرعتها ومحافظه على تدفق الطاقه بتاعها. العربيات الكهرباء بقى الميزه المهمه بتاعتها مش التسارع الاولاني، الميزه بتاعتها هي المرونه اثناء المشي، ان انت في اي وقت بتدوس على دواسه الوقود بتلاقي استجابه لحظيه تحت رجليك. نجرب كده. هي دي نقطة تفوق العربية الكهرباء من 70 ولا من كام و70 ل 135 في حتة قد ايه بسيطة. هي دي اللي هتخليك تحس ان انت راكب عربية سريعة وعربية ادائها فعلا مرضي، ان انت هنا مش معتمد بقى على علبة تروس ونقعد نقول علبة التروس دي متفوقة على العلبة التانية عشان خاطر دي بتحقق المرونة الكافية وبتحقق الاداء مش عارف من دورات محرك قد كذا ومن سرعات قد كذا. لا، انت ماشي على 70 وعايز تعمل عملية تجاوز سريعة في ثواني، التكييف شغال، التكييف مش شغال، العربية أدائها مرضي وجامد جدا في الحتة دي. العربية برضو لاحظوا هي متثبتة على 180، ولكن انت مش محتاج ان انت توصل بعربية بالحجم ده والارتفاع ده اكتر من ال 180 كيلو متر في الساعة. الفرامل بتاعت العربية جيدة، وفرامل العربية بتريجنريت او بتعيد تدوير الطاقة. زي ما انتم شايفين السهم طالع اهو رايح على البطارية طول ما انا دايس الفرامل. ولو جبنا العربية على النمط الرياضي مرة تانية، تعالوا كده نشوف الاستجابة. استجابة دواسة البنزين بتبقى افضل على النمط الرياضي، مفيش فيها ولا فيمتو ثانية تأخير. تعالوا نبص كده، هتجيب ال 180 ولا لا؟ الطريق فاضي، في هواء جانبي طبعا ومركز ثقل للعربية عالي فبتعمل شوية اهتزازات، لكن زي ما انتم شايفين ال 180 جت بمنتهى السهولة ووقفت على كده. بس طبعا عملنا دريننج للبطارية بسرعة، فلما بندوس فرامل الموتور البنزين مديلها طاقة، والفرامل كمان الطاقة الحركية بترجع طاقة للبطارية. العربية فيها اوبشن او زرار مكتوب عليه اي في، ده عشان لو عايز تمشي بيها كهرباء بس، ولكن زي ما بقول لك المدى بتاعه لا يتجاوز 4 كيلو. وفيها زرار جنبه اسمه اي بيدل. الاي بيدل ده اللي هو انك تتحكم في العربية بدواسة واحدة، وهي دواسة الوقود او دواسة البنزين. احنا بنقول عليها وقود وبنزين، بس هي هنا اصلا هنقول عليها الاكسلريتر او اللي هي دواسة التسارع وخلاص. انا هدوس عليه دلوقتي حالا، رافع رجلي تماما، هي ما اعرفش باينه في الكاميرا ولا لا، بس اول ما هدوس عليه العربيه بتفرمل. طالما ان انا مش دايس على البنزين العربيه بتفضل تنزل لحد سرعه 10 كيلو متر في الساعه. طيب البتاع ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان انت بتشتغل او بتشغل العربيه بدواسه واحده، تريح دماغ، وفي نفس الوقت بيولد طاقه حركيه اكتر توصل للبطاريه. طيب هل هو حلو؟ هو حلو لو انت مشيك معظمه داخل المدينه ولما رجلك تاخد على حساسيه الدواسه. خلي بالك برضو ان العربيه بتفرمل وبتنور الفرامل وبتهدى من سرعات عاليه لحد 10 كيلو متر في الساعه في حته صغيره، فلو انت ماشي على طريق ومش منتبه للمحيط اللي حواليك انت ممكن تسبب كارثه. فلازم تمرن رجلك عليه الاول شويه قبل ما تبتدي تستخدمه استخدام كبير. العربيه برضو خلي بالكم وزنها مش خفيف قوي، كمان وجود محركين كهرباء على محاور العربيه هو مديها احساس حلو في الخطوط المستقيمه، مدي للعربيه احساس اللي هو الفلوتنج ده، وان العربيه ثابته معاك ومتزنه جدا ما بين المحورين الامامي والخلفي. ولكن احيانا لو ضغطت على العربيه في ملف بقياده رياضيه ممكن العربيه تعمل اندر ستير، او ان القسم الامامي منها ينزلق قليلا في اتجاه المنحنى. يعني انا لو دوست بنزين بزياده شويه ممكن تلاقي بوز العربيه يبتدي يروح مني شمال شويه هنا وانا داخل الملفات اليمين، والعكس صحيح. ولكن الثبات العام بتاع العربيه يعتبر جيد جدا. انت برضو مش مطالب بعربيه بمركز الثقل المرتفع ده والخلوص الارضي المرتفع والارتفاع بتاع العربيه نفسه ان انت تتعامل معاها معامله رياضيه. يعني احنا الملف ده في العربيات زي الكوبرا وال408 والحاجات دي كنا بننزله على سرعات من 90 لحد مثلا 105 او 110 على حسب ظروف المرور حواليك. انت هنا ماشي اهو على 90، في ميل جسم واضح جدا وانت اللي سايق، فانت مقدر الميل ده، فلو راكب معاك حد مفيش داعي ان انت تضغط على العربيه لهذه الحدود عشان ما تضايقش الركاب اللي معاك وتقعد تمخمضهم معاك جوه العربيه. نظام التوجيه اللي موجود في العربيه الحقيقه ان هو فوق توقعاتي. الدركسيون اللي فيها بينقل لك مردود جيد جدا للمحور الامامي، بتبقى عارف العجل موجود فين بالظبط، الفيدباك بتاعه يعتبر كويس. دركسيون خفيف داخل المدينه وبيتقل شويه وانت ماشي على السرعات العاليه ما بيقلقكش. والتعليق بتاع العربيه بيوفر راحه ممتازه داخل المدينه وعلى المطبات اللي هي البسيطه، ولو مطب واحد او اي حاجه او مطبات السرعه اللي هي الصغيره دي. ولكن احيانا قد يحدث ازعاج للبدن بتاع العربيه لو نزلت مطبات عاليه شويه متتاليه. يعني لو عين قط كتير ومن اللي هي المرتفعه دي
ممكن تضايقك وتحس فيه ازعاج في الشاسيه بتاع العربيه. لو مطبات اللي هي الصغيره اللي بيبقوا حاطينها قبل المطب الصناعي كذا واحده وكتير وانت دخلتها على سرعه معينه، برضو تحس فيها بازعاج في البدن. كذلك لو في مطب عميق شويه، المحور الخلفي نزله والمحور الامامي ما نزلش فيه، برضو بتلاقي ان العربيه احيانا بتتعامل بحته كده ايه، فيها حته حيره، تحس ان السسبنشن ترافل او الريباوند بتاعه بيبقى محتار ومش عارف يعمل ايه بالظبط في الموقف ده. ولكن اجمالا العربيه بتوفر الراحه المطلوبه، سواء مشيت بيها على اسفلت او مشيت بيها في مدقات او مشيت فيها باي ظرف من ظروف القياده. بالنسبه للعزل الصوتي زي ما شفنا في الاختبار بتاع الاداء بتاع العربيه، يعتبر متوسط او دون المتوسط. هو النهارده في يوم التصوير فيه هواء شديد، ولكن عموما مع المشي في العربيه سواء داخل المدينه او خارج المدينه، فالعربيه عشان موتورها هادي جدا انت بتسمع الصوت بتاع الكاوتش بيوصل لك جوه المقصوره، وكمان بتسمع بعض الاصوات الخارجيه. اما بالنسبه لمواصفات الامان اللي بتنزل في الاكس تريل، فهي 10 من 10 باريحيه تامه. العربيه طبعا غير منظومه الاير باجز الموجوده فيها، في منظومه الفرامل والتحكم في الثبات الالكتروني وعدم انزلاق السياره بقى من اي ناحيه، تراكشن كنترول واي اس بي وكل الحروف اللي انتوا عارفينها دي. العربيه كمان واخده 5 نجوم في تقييمات السلامه الاوروبيه اليورو ان كاب، مع تقييمات سلامه عاليه جدا، 91% في حمايه الركاب البالغين، 90% في حمايه الاطفال، و95% كتقييم عام لوسائل السلامه المساعده اللي موجوده في العربيه. كمان العربيه اللي معايا دي اللي موجوده عندنا في مصر فيها باقه متكامله من وسائل السلامه الايجابيه، بدايه من تحذير النقاط العمياء اللي موجود فيها، للبقاء في الحاره المروريه، للتوقف التلقائي في حالات الطوارئ، وللتهدئه في حالات الطوارئ، للتنبيه من الاصطدام الامامي. كمان فيها مثبت السرعه التفاعلي، والعربيه فيها اضاءه LED متكامله متميزه جدا، مع هاي بيم اسيست او النور العالي اللي بيشتغل تلقائي حسب حاله المرور وحسب حاله الاظلام اللي حواليك في الطريق. الكاميرات ال 360 والكاميرا اللي موجوده في الازاز الخلفي عشان تنقل لك الصوره في المرايه. فبصراحه ما عنديش اي تعليق، وبعتبر ان مواصفات الامان في الاكس تريل الجديده هي من اهم نقاط القوه اللي ممكن تخليك تفضل العربيه دي على غيرها. طيب خلينا نقيم العربيه بقى التقييم النهائي ونقول المميزات والعيوب. العربيه كبيره، ليها حضور مميز على الطريق، حجمها حلو، تصلح جدا لاسره من 5 افراد على الاقل، يعني ممكن اسره 6 افراد او 7 افراد ولكن عندهم اطفال صغيرين عشان يقدروا يركبوا في الكرسيين اللي ورا، تبقى العربيه كويسه بالنسبه لهم. اداء متميز جدا وانتوا شفتوه بسبب الاستجابه السريعه لمحركات الكهرباء، استهلاك جيد جدا للبنزين، كماليات محترمه جدا، ضريبه وترخيص كهرباء، وده بيفرق النهارده مبلغ كبير قوي في الترخيص الاولاني بتاع العربيه وفي مصاريف الترخيص في السنين اللي بعد كده. مريح دماغك 5 سنين من صيانات العربيه تماما، سواء الموتور البنزين او المواتير الكهرباء اللي موجوده فيها. العربيه مضمونه من الالف للياء لمده 5 سنوات، مش هتحط ايدك في جيبك تدفع حاجه. والناس اللي كانت بتسالني على موتور البنزين، هو بيتعمل له صيانه كل 10000 كيلو، بيتغير له زيت والحاجات اللي هي المعتاده دي، ولكن هو عشان الجهد عليه مش كبير، فانت لازم تبقى مطمن ان الموتور ده مش هيتم استهلاكه زي ما بيتم استهلاك المواتير اللي بتبقى العربيه معتمده عليها تماما. مواصفات امان محترمه جدا جدا. وكمان العربيه ياباني، وانفتك الياباني مش هيرجع تاني. انتوا عارفين يعني حب السيارات اليابانيه عند المواطن المصري عامل ازاي. ففرصه عربيه ياباني وداخله كهرباء، فداخله في الشريحه بتاعه ال 14% قيمه مضافه بس في الجمارك. لو العربيه دي في الطبيعي كانت على الاقل هتدفع 67% جمارك، فكانت هيودي سعرها في حته تانيه خالص. التقفيل بتاع العربيه جيد، الثبات اللي العربيه بتوفره جيد جدا، قدرات عبور جيده. العربيه برضو دفع كلي، وممكن يعني على الخفيف كده تدخل بيها حته اوف رود وتعمل لك بيها حركتين 3، تطلع على رصيف، تنزل في عمق ميه شويه، فالعربيه هتسد معاك في الكلام ده كويس جدا. غير انها مريحه في معظم ظروف القياده، كروزر ممتازه زي ما قلنا في اول الفيديو. وفوق ده كله انت واخد المميزات بتاعه العربيه الكهرباء، ومريح دماغك تماما بقى من حته العطله بتاعه الشحن، ان انت على الاقل تروح تقعد لك 3/4 ساعه جنب محطه شحن، او ان انت حتى يبقى عندك الستيشن الخاصه بيك في البيت. بس طبعا العربيه كاي شيء لا يخلو من العيوب. فابرز العيوب اللي في العربيه دي من وجهه نظري او بناء على تجربتي التفصيليه ليها، هي ان المساحات الداخليه سواء في الكنبه او الصف الثالث او الشنطه كان لازم تبقى اكبر من كده. العربيه اقل من المنافسين الرئيسيين ليها بصوره ملحوظه في الجزئيه دي. النقطه الثانيه ان التكنولوجيا الجديده اللي احنا قاعدين نعدد في مميزاتها هي برضو بتشكل نقطه قلق عند معظم
المستهلكين. في ناس كتير كشه من العربيه، وعشان كده احنا بنحاول نوصل الامور بصوره مبسطه بحيث ان انت تبقى مطمن لما تيجي تفكر ان انت تاخد قرار شراء عربيه زي دي. تالت عيب بالنسبه لي كان العزل الصوتي بتاع العربيه، كذلك مستوى بعض الخامات المستخدمه في اسفل الابواب الاماميه، في الابواب الخلفيه والقسم الخلفي من العربيه. واخر حاجه ممكن اقولها هي ان التصميم الخلفي للعربيه كان متحفظ بزياده من وجهه نظري، وان انا كان نفسي ان هو يبقى ملائم للحداثه اللي موفرها القسم الامامي منها. ولكن زي ما بنقول دايما، قصه تصميم وشكل العربيه دي حاجه شخصيه بترجع لذوقك الشخصي، فدي مش هنعممها، دي بترجع لكل واحد ونظرته بقى للامور. فالخلاصه ان النيسان الاكس تريل عربيه جيده جدا، بتقدم لك حاجه مختلفه، تكنولوجيا جديده مقارنه بكل العربيات العاديه والمنافسين بتوعها. بس رايي الشخصي ان زبون العربيه دي هيبقى واحد من اتنين: واحد بيقدر التكنولوجيا والحاجات الجديده والحاجات اللي فيها يعني مغامرات وكده، او واحد تاني عايز عربيه عائليه وهياخدها كده زي ما هي، انا واخدك كده، شغاله بقى كهرباء شغاله بنزين، انا ماليش دعوه، المهم ان انت ماشيه وملائمه لاولوياتي واولويات اسرتي، فانت كده تمام. والف مبروك يا معلم. في الختام اتمنى ان انا اكون نقلت لحضراتكم صوره كامله عن الاكس تريل الجديده الاي باور بنسخه الاي فورس اللي كانت متوفره معانا. وما تنسوش تتابعوا اخر الاخبار المتعلقه بالسيارات على الموقع بتاعنا، هكتب الموقع لحضراتكم هنا على الشاشه. ويا ريت نشترك في قناه اليوتيوب وتعملوا لنا فولو على كل السوشيال ميديا بتاعتنا. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله، ومتشكر على المتابعه.